السلام عليكم متتبعينا الكرام. بالنسبه لهذا الفيديو هذا غادي يكون اعلان على واحد تجزئه النخيل كتواجد في عين عوده. بالنسبه للناس اللي كاتبين لي في التعليق باغيين قطع ارضيه وبقع ارضيه للبيع، بالنسبه للتماره اخوتي راه اثمنه باهظه في البقع ارضيه، راه كتراوح مثلا قطعه ديال 100 متر راه كتوصل 120 حتى 130 مليون. بالنسبه للاثمنه اللي قالوا لي باغيين شي حاجه هكذا ما بين 40 مليون حتى 50 مليون، راه في هذه المدينه هذه اللي غادي نجيب لكم او اللي غادي نصور لكم هذا المشروع هذا راه فيه اثمنه مرفقه. وبالنسبه لهذا المشروع هذا ابتداء من 4500 درهم للمتر مربع. بالنسبه للمساحه ديال 120 متر كتقام عليكم ب 54 مليون. اذا هذا المشروع هذا او هذه التجزئات هذه سميتها تجزئه النخيل، راه وصلوا الشطر الثالث. هذا المشروع هذا كيتواجد في عين عوده. عين عوده ما بعيدش بزاف على تماره، راه تقريبا واحد ما بين 20 دقيقه او 25 دقيقه. بالنسبه هذا المشروع هذا كيتواجد كما قلت لكم في عين عوده، راه فيه مشاريع اللي هما مسجد، مدارس، يعني واحد المشروع اللي غادي يكون متكامل. وهذا تجزئه النخيل كما قلت لكم راه قريبه لهذا الشارع هذا اللي هو شارع محمد السادس اللي كيدي الاتجاه ديالو الرباط، ومن اللي راه كيبان لكم تمسنا. وهذه هي عين عوده، والمشروع ها هو هنا في هذا الاتجاه هذا راه وصلوا للشطر الثالث. بالنسبه للاثمنه مناسبه، بالنسبه للقطعه ارضيه ديال 120 متر كتقام عليكم ب 54 مليون. وكاين ما اقل في هذه المدينه هذه، كاين ما اقل من هذا الشيء، كاينين ب 25، كاينين ب 30، كاينين 45 على حسب الموقع وعلى حسب واش محفظه ولا. يعني خصكم تشوفوا كاع هاد المسائل هذا، وشحال ما كتكون الارض محفظه او جات في موقع مزيان راه كيطلع الثمن ديالها بالنسبه بطبيعه الحال. اذا هذا المشروع هذا بالنسبه لهذا المشروع هذا كما كتشوفوا راه كيتواجد في عين عوده، كما قلت لكم ما بعيدش بزاف على مدينه تماره، وفيه مدارس، فيه يعني كاع الاحتياجات ديالكم اللي غادي تحتاجوا. وبالنسبه للشقق كذلك في هذه المدينه هذه راه مازال كتعرف واحد الثمن اللي هو مناسب اللي باغي ياخذ الشقه ولا اللي باغي ياخذ هكا منزل واللي باغي يبني لما لا في هذا المشروع هذا او في هذه تجزئه النخيل. راه عندكم اير بلس 2 وفيها يعني الثمن ديال 54 راه ثمن مناسب. ومشروع كما قلت لكم راه قريب للتماره وقريب للرباط كذلك. وهذا هو الفيديو اليوم، نتمنى يعجبكم. هذا فقط رضاء بعض الناس اللي تكتبوا لي انهم باغيين بقع ارضيه. نتمنى يعجبكم. راه ارقام الهواتف منزله تما، كذلك الا بغيتوا تزوروا عين المكان راه كاين تما المكتب ديالهم باش تزيدوا تستفسروهم وتاخذوا معلومات اخرى اللي ما حطيتهاش لكم في هذا الفيديو هذا. نتمنوا دائما تشجعونا بزر لايك والاشتراك في القناه باش هكذا توصلوا بكل جديدنا. بسلامه.